اول النهارده الصبح تاريخ 18/6 يوم الاثنين الصبح، انا نازله الساعه 10 الصبح بركب عربيتي، لقيت في ضباط عند العربيه. بسالهم في ايه، قالوا لي جات لهم مكالمه تليفون من مجهول بتقول ان في حد، انه المجهول ده شاف حد الساعه 6 الصبح بيفتح شنطه عربيتي وبيحط فيها 2 سلاح آلي وشنطه سوداء. فقلت لهم تمام العربيه قدامكم يفتشوها. قالوا لي لا احنا معناش اذن بالتفتيش. قلت لهم لا ثانيه واحده خليكم واقفين، انا اللي هفتشها، لان انا خفت ان حد ممكن فعلا يكون حاطط لي متفجرات او اي مصيبه. قلت لهم ثانيه واحده خليكم واقفين انا اللي هفتشها بايدي. فتحت العربيه ما رضتش تفتح، شنطه العربيه ما رضتش تفتح. فقلت لهم لا ثانيه واحده العربيه دي فيها حاجه، حد لعب في حاجه، لان العربيه مش عايزه تفتح. حاولوا يفتحوا شنطه العربيه اللي هي المكالمه جات لهم على اساس ان حد فتح شنطه العربيه وحط 2 سلاح آلي. في 4 رجاله بيحاولوا يفتحوا، من ضمنهم الضباط والعساكر، يفتحوا شنطه العربيه مش عايزه تفتح. فتحت البيبان الصالون من جوه، قلت لهم انا اللي هدور في العربيه. فبصيت تحت الكرسي لقيت شنطه متكومه سودا ومحطوطه مرميه تحت الكرسي. رحت شايلها زي ما هي قدام الضابط قدام الناس والسياح. معاهم؟ انا لا مش معاهم، هم الحقيقه ما فتشوش، انا اللي قلت انا اللي هفتش، لان انا كنت خايفه ان يكون حد حاطط لي حاجه. فانا رحت شايله الشنطه زي ما هي قدام الضباط والسياس والناس اللي في الشارع، رحت مديها للظابط زي ما هي، حتى ما حاولتش افتحها. فتحها وسكت. خير لقيت فيها ايه؟ قال لي شويه كده ثانيه واحده. شويه ولقيت مدير مباحث قصر النيل جاي ومعاه قوه كده. حاولوا يفتحوا برده شنطه العربيه اللي اتقال ان في سلاح آلي. انا ما اعرفش برده جوه الشنطه دي ايه اللي هم لقوها، انا ما فتحتهاش. المهم كسروا شنطه العربيه واتفتحت، ما لقوش فيها اي سلاح آلي ولا اي حاجه خالص. قلت لهم من فضلك انا بثبت ان انا اللي لاقيه الحاجه دي في العربيه، الشنطه دي في العربيه، انا ما اعرفش ده ايه لغايه دلوقتي، بس الشنطه اللي انا مديها لك دي انا اللي مديها لك بايدي، وانا اللي مفتشه عربيتي بايدي. طبعا هم كانوا فتحوا الشنطه قبليها بساعه الا ربع، ساعه ما انا اديتها لهم لقوا فيها 13 صباع حشيش ملفوفين بسلوفان. انا ما شفتهمش، هم اللي بيقولوا. رحنا على اسم قصر النيل وثبت الواقعه دي ان انا اللي مطلعه الحاجه بايدي وانا اللي مفتشه الشنطه العربيه كلها بايدي. بناء عليه انا استشهدت بالناس، لانه انا كنا 10 ايام طلبت حمايه الشرطه، وكان عندي محضر بتاريخ 11/6 وعندي مسجات على التليفون، مسجات تهديد من طليق السابق قبل كده، لان في بينا وبين بعض شيكات. هو واخد مني مبلغ كبير جدا جدا. شيكات لصالحك ولا ضدك؟ لصالحي انا، ليا عنده فلوس، ليا حاجه، ليا مبلغ كبير جدا. ولما اتقبض عليه من شهرين بتاريخ 12 ابريل اللي فات، انا اللي سددت الشيكات دي، انا اللي سددتها عشان يطلع بفلوسي. وبالتالي انا واخده الشيكات دي اثباتا على ان انا دفعت الفلوس دي عشان يطلع. هو كان المفروض عليه شيكات وعليه قواضي وعليه قضايا نصب وتزوير وشيكات بدون رصيد وعليه 69 حكم. انا ما كنتش اعرف ساعه ما اتجوزته للاسف. وبناء عليه عشان منظره ومنظري قدام الناس انا اللي دفعت الفلوس دي عشان اطلعه للاسف. ثبت وقلت في المحضر ان هو كل ده تهديد وطريقه ابتزاز بيبتزني علشان اتنازل عن الشيكات دي او عشان ما اخدش فلوسي. ودي كان في التهديد ده معاكي ما يثبت التهديد؟ ايوه انا عملت محضر بعدم التعرض وثبت المسجات اللي اتبعتت لي، وثبت واقع هو تعدى عليا بالضرب فيها الاسبوع اللي فات قدام الناس. استشهدت النهارده بالناس دي، واستشهدت بالناس دي في المحضر، واستشهدت بالصحفيين للاسف. هو كلم صحفيين كتير جدا عشان يشوه سمعتي، ونزل فعلا على كذا موقع انه انا ست مش كويسه وانا ليا علاقات وانا ده رفعت بيه قضيه، وقفت الاخبار دي ورفعتها من على الموقع ورفعت عليهم قضيه. كلم كذا حد، كل الناس دي النهارده لما عرفوا ان انا في زنقه كلموني وجم النيابه يشهدوا معايا ان هو اللي ورا الكلام ده. هو قايل لهم بنفسه انه زارع، هو اللي قايل بعضمه لسانه، والصحفيين اللي قالوا لي اللي جم شهدوا النهارده ان هو زارع ميكروفون في العربيه عندي، حاطط لي جهاز تتبع في العربيه بقاله شهر. كل ده بيتثبت دلوقتي في النيابه. كل ده بيطلبوا الشهود، وكل ده المعمل الجنائي وكل حاجه ده بيتثبت في النيابه. عشان انا ما يطلعش على الجرايد والمجلات ان انا مقبوض عليا في قضيه مخدرات. وهو اتكلم على قناه دلوقتي قال دي ممسوكه وهي ماشيه ومقبوض عليها. لا انا ما حدش قبض عليا، وانا اللي فتشت عربيتي، وانا اللي سلمت عربيتي بنفسي، وانا اللي لقيت الحاجه بنفسي، ما حدش قبض عليا، وانا مش متهمه في قضيه مخدرات. وباين جدا ان البلاغ كايدي ما لقوش اسم الراجل من ورا، لانه سهل جدا حد ينط في شنطه العربيه ويفتح لان الكابينه من ورا ممكن تتفتح. فقال لي خلاص هاتي العربيه وانا هوديها لك التوكيل، هعمل لك التقفيله بتاعته. فهو اللي استلم مني العربيه، الكلام ده من شهر، هو اللي راح بيها التوكيل، هو اللي دفع شنطه العربيه بفواتيره، وهو اللي استلم منهم العربيه. فسهل جدا انه يطلب انه يتعمل مفتاح، ما فيش مشاكل يعني.
يعني مش عرفني، هو حط طبعا لما اخد العربيه قعدت 7 ايام عنده عند التوكيل زي ما بيقول. طبيعي انه ممكن يبقى لعب طبعا في العربيه. طيب وهل هو مستمر في التهديدات خلال الايام الاخيره ولا لغايه امبارح؟ ولا ساعه ما عملت المحضر؟ لغايه امبارح ولغايه دلوقتي بيبعت لي ناس اتصلي بيا انا ممكن اخرجك منها بسهوله جدا. ده الكلام اللي بيتقال لي دلوقتي. طيب انت ممكن تقولي المبلغ اللي بينكم ولا 2 مليون جنيه كل اللي احتكم عليه في حياتي. قانونيه؟ اجراءاتي قانونيه، بتهمه اتهام رسمي بكل اللي بيحصل ده. هرفع عليه قضيه تشهير وسب وقذف. في صور من الشيكات اللي معاكي طبعا؟ طبعا معايا صور من الشيكات. طبعا معانا صور من الشيكات ومعانا صور من المواقع اللي نزل عليها شتيمه وسب وقذف فيا وتشهير بيا وبيتهمني بعلاقات مش مظبوطه. كل ده انا معايا. ده قبل الانفصال ولا بعد الانفصال؟ ده قبل الانفصال. هو لو كان بيحبني يا حاتم عايز يرجعني، اولا ما فيش قضيه شيكات بين راجل ومراته، فانا مش هقدر ارفع قضيه على جوزي لو انا متجوزاه ان انا عايزه منه فلوس، مش هقدر اعمل كده. فالتفكير بتاعه ان هو يرجعني عشان ما اقدرش اطالب بحقي بعد كده. وانا مش عايزه ارجع خلاص بعد القواضي والشيكات والقبض والليله دي كلها وفلوسي اللي اتاخدت. انا خلاص تعبت من المشاكل. قال لي انه متجوز، قال لي انه مش متجوز لما اتجوزته، قال لي انه مش متجوز، طلع متجوز وعنده بنت. اكتشفت بعد 4 شهور من جوازي انه متجوز وعنده بنت وكانت لسه على ذمته. كل ده كده. قال لي انه دكتور خريج طب طلع معهوش ثانويه عامه. كده في كل حق. قال لي انه عندهم شركه سياحه ومش، ما فيش الكلام ده خالص. مفيش الكلام ده. كل ده فيلم كبير قوي اتعمل عليا. تمام.